اتنين بيحبوا بعض، هو بيقول لها مسميكي على الموبايل ماما، وهي بتقوله وانت بابا الجديد. السلام عليكم، انا هند صلاح، متخصصة اتزان وتشافي علاقات، وانتوا بتسمعوا الحلقة الرابعة من محطة التحرير، تحويلة من خط الوجع. ومستمرين نتكلم عن اوجه وطرق التغيير المختلفة. القصة اللي قلناها فوق دي عبارة عن نية واضحة لعلاقة تبني، مش علاقة حب وجواز خالص. وللأسف دي قصة بنعيشها كل يوم في كتير من بيوتنا. الزوجة اللي بتشتغل أم لجوزها، فعلاوة على الطبيخ وشغل البيت تلاقيها بتلمع له الجزمة وتأكله وتشربه وترتب له هدومه وتنيمه وتصحيه وتجهز له الحمام وتحميه وتنشفه، اللي هو أم مثالية لطفل عنده شهور. وعلى الجانب التاني بتلاقي نفس الزوج اللي معتمد على زوجته في كل حاجة بيلعب دورين ملهمش علاقة بدوره الأصلي كزوج. شوية بيلعب دور الطفل المعتمد بالكامل على أمه اللي هي الزوجة، ومستمتع بالخدمات المجانية اللي بتقدمها له وهو حرفيا معتبرها أمه. والدور التاني الأب المسيطر اللي بيعامل مراته على إنها بنته، فيديها مصروف أو ما يديهاش بمزاجه، يتحكم بكل ديكتاتورية في لبسها وعلاقاتها، يوافق أو يرفض إنها تشتغل، يختار أو يعترض على أصحابها ومعارفها، يلغي خصوصيتها خالص ويضيق عليها، يلغي شخصيتها ويخلي ليه الكلمة الأولى والأخيرة في شؤونها عشان هو ولي أمرها. فالنتيجة بيوت مش فاهمة معنى الجواز صح، بيوت كل طرف بيلعب دور غير دوره الرئيسي، ووظائف حياتية غير وظيفته الأساسية. بيوت عبارة عن علاقات تبني لبعض، مش علاقة جواز بين اتنين ناضجين كل واحد عارف انه مسؤول عن نفسه، تصرفاته ومشاعره، قبل ما يكون مسؤول عن شخص تاني. كلنا بشكل طبيعي بنلعب أدوار مختلفة ومتشابكة في الحياة، بس امتى وازاي وفين ومع مين وكام مرة، هو ده المعيار اللي بيحدد سواء العلاقة. والمهم إننا ما نعملش ده تحت ضغط وابتزاز عاطفي، وما نعملوش واحنا لابسين دور مش بتاعنا وهم لابسين دور مش بتاعهم. ممكن يبقى كلام غريب وصادم شوية، لكن دايما الحقيقة صعبة لكن مفيدة، بتخلينا نراجع نفسنا ونرجع لدورنا الحقيقي في العلاقة. فمهم نفهم اللي لينا واللي علينا. زوج يعني زوج وبس، زوجة يعني زوجة وبس. محدش واصي على عقل ومشاعر التاني، وبالتالي محدش يبقى حمل أو عبء زيادة على التاني. فمهم تعرفي وتحددي انتي في العلاقة دي اسمك ايه وبتشتغلي ايه ودورك ايه. لو عجبك الفيديو لايك ومنشن وشير، وفيدي معايا الغير.